ممكن أكون رقم 1 عندِك أنتِ، ولا حاجة عند أي حد تاني، بأي حق أقول أنا رقم 1. لو في حاجة ما بتتغيرش فهي إن آمال ماهر كل مرة بترجع أقوى. بعد غياب سنتين رجعت رسمي بألبوم جديد اسمه حاجة غير. فنانة مش بس بصوتها لكن كمان بحضورها، باختياراتها، وبنظرتها المختلفة للفن. آمال ماهر دايما ماشية بطريقتها، مش بتدخل في دوشة مين رقم واحد ولا مين صوت مصر، لأنها من زمان مؤمنة إن الجمهور هو اللي بيختار، هو اللي بيدي اللقب، وهو اللي بيحط الفنان في مكانه الحقيقي. وعشان كده لما اتسألت عن الألقاب قالت بمنتهى البساطة: أنا بحب اسمي، كفاية إنه محبوب ومعروف، وده لوحده لقب أتشرف بيه. ويمكن ده يفسر ليه الناس لقبوها بأميرة القلوب، مش علشان هي قالت، لكن علشان هم شافوا ده فيها. النهارده بعد فترة غياب طويلة بترجع آمال ماهر بألبوم جديد اسمه حاجة غير، ألبوم بيحمل بصمة مختلفة بكلمات جديدة وألحان بتجمع بين الكلاسيك والعصر الحالي، وتوزيعات موسيقية متطورة. 10 أغاني فيهم حكايات ومشاعر وتفاصيل كتير. نادر عبد الله كاتب أغلب الأغاني، ومعاه أحمد الملكي وأيمن بهجت قمر ومدين وغيرهم. أما الألحان فمزيج ما بين أحمد زعيم وأحمد إبراهيم ومحمدي ومدين ونور عز العرب، يعني فعليا تشكيلة من أقوى الأسماء. أغنية خبر عاجل كانت بداية الألبوم، نزلت معاها صورة فستان فرح والناس افتكروا إنها هتتجوز، لكن اتضح إنها مجرد لقطة من الكليب. بس لما اتسألت هل ممكن نشوف آمال ماهر عروسة قريب، ردها كان بسيط: وارد طبعا، اللي ربنا يجيبه كويس. مفيش مواصفات، مفيش شروط، بس بتدعي ربنا يرزقها بحد بيتقي ربنا فيها. ببساطة هي إنسانة حالمة بتحب تعيش وتحب وتتجوز وتغني. اللي لسه مش متأكد من رجوع آمال ماهر يكفي يشوف التفاعل الكبير على الألبوم، الهاشتاجز، الرياكشنز، الترند، دعم النجوم ليها زي أحلام اللي كتبت على أحر من الجمر مستنين صوتك وإحساسك. العودة دي مش بس فنية، دي حالة كاملة من النضج الفني والشخصي والتواصل الصادق مع الجمهور. وفي النهاية آمال ماهر مش بتجري ورا الألقاب، لأنها ببساطة وصلت لمكانها بصوتها وبصدقها. إيه أكتر أغنية حبيتوها من ألبوم حاجة غير وليه؟ قولوا لنا في الكومنتس، ومستنيين نعرف رأيكم في رجوع آمال ماهر.